أنا الموهبة اللي عندي شفت ربعي يعني أصدقائي يجون لهون، فتشجعت وجيت لهون وصرت عندي موهبة يعني بالغناء وجيت أنفذها. يعني إن صوته حلو وحافظ، يعني أحفظ على الصوت وعلى البزق. الصعوبات إنه أريد أحفظ على البزق وعلى الأورج. من 5 سنين عندي هالموهبة، وقام يصورني وهاي، وآخر شيء قلت شفت أصدقائي يجون لهون وجيت معهم. أول كان ب11 كنت أخاف ما أطلع من البيت، بس أنا حسيت لا ما شاء الله أغني وهاي وكل شيء، يعني عندي صوت. أنا من لما كنت صغيرة كنت عايشة بحلب، وإنه أشوف أعمال يدوية بالمدرسة وأجي على البيت أجيب مثلا المواد اللي بدي إياها وأبلش أشتغلها، فلاحظت إنه عندي موهبة. وعند جينا لهون لاحظت إنه لسه ما سجلت بالمدرسة وصرت أمل، فصرت إنه أعمل أعمال يدوية. أمي خصصت لي غرفة صرت أعمل أعمال يدوية وهيك، فأمي وأبوي لاحظوا إنه عندي موهبة. عمتي عندها رفيقة هون وحكت معه وجابتني لهون وتسجلت هون. قدموا لي المواد اللي لازمتني وبلشت أعملها، وهون كان في أنسات يعلموني وهيك. اكتشفت كثير شغلات. هلا قبل كان عندي بس موهبة الأعمال اليدوية، عندي جيت لهون اكتشفت عندي قدرة على العزف وعلى الغناء، على الدبكة، على الرقصات الشعبية وعلى الرسم. ساعدوني وراح يطوروا لي إياها، وأنا بشكر كثير الأساتذة لأنه عم ساعدوني كثير عشان أطور مواهبي هاي. ما قدمت شيء، بس راح بشارك بالمعرض مهرجان الطفل يلي جايينا هلا، راح بشارك فيه وبشارك كل أعمالي فيه وبشارك مع رفقاتي بباقي مواهبي. الفرات ورأسي شامخ أبدا، أنا الفرات ورأسي شامخ أبدا، لن تنحني هامتي لتقبل العفنا، قلبي صروح تهاوى في قواعدها، بيارق العز صحوا كان أو وسنا. على الموسيقى مشان أتعلم على الكمان، بس اكتشفت موهبتي أول ما فتت على المسرح. صرت أشوفهم يتدربون، واكتشفت موهبتي إنه أنا يعني شلون بدي أقول لك كثير، يعني عندي إمكانيات بالمسرح وشي. وموهبتي الثانية هي أني بالفصاحة والخطابة لا مثيل. كنت على مكتب الموسيقى واكتشف موهبة التمثيل الأستاذ فراس رمضان، وفوتني على المسرح وصار يدربني على مسرحيات كثير، وشاركت بمهرجانات كثيرة، منها مهرجان الطفل على مدار 3 سنوات ومهرجان كوباني. طبعا الحزاني وصلت لمرحلة كثير عالية بفضل المدربين والأساتذة الموجودين هين، وأتمنى من كل طفل عنده موهبة يعني ويصل للمركز الثقافي يقدر ينميها. حقيقة اليوم بدأنا بتدريب الأطفال على محورين. المحور الأول هو محور العزف، والمحور الثاني هو محور الغناء. بصراحة لاحظنا أنه في إقبال جيد وفي أصوات حلوة. هاي الأصوات عم نحاول ننميها وننمي موهبتها. أيضا بالنسبة للعزف لقيت في إقبال جيد بالنسبة للأطفال، طبعا بنات وشباب كانوا رائعين جدا. بلشوا ياخذوا الدروس الأولى، نحن بلشنا، وكان هذا شيء حلو بالنسبة للمركز الثقافي، خاصة مكتب الموسيقى. بصراحة المكتب الموسيقى بيستقبل كل الأطفال بشكل دائم بأي وقت. نحن جاهزين مع كافة الأساتذة الموسيقيين من كغناء وكعازفين. نحن متواجدين ما راح نقصر مع أي طفل نشوف عنده موهبة ونحاول ننمي هاي الموهبة. أكيد في صعوبات، لكن هاي الصعوبات طفيفة عم نحسن نداركها. طبعا عن طريق الاستقطاب بيتم عن طريق الأصدقاء، عن طريق المدارس، عن طريق الأطفال اللي هاويين هن بيجوا لحالهم. تمام، هذا بالنسبة لاستقطاب الأطفال على فترات متقطعة. التقييم نحن بنلاحظ من خلال الأصوات الجيدة. طبعا نحن هون بنقيم مستويات، في مستوى مبتدئ، مستوى متوسط، مستوى احترافي. المستوى المبتدئ اغلبيته عم بيجي مستوى مبتدئ، نادرا الى يجي له شخص او طفل او طفله او شاب او شابه يكون صوته في شيء من الاحتراف. بنحاول نشتغل معه ونأسسه بشكل صحيح لنرتقي فيه طبعا لصالح المركز الثقافي. الماضية شاركت عدد كبير من الأطفال بكل الفنون، بكل المجالات، فنون شعبية وغناء ورقص وعزف أيضا. طبعا هذا الأمر مستمر طالما نحن متواجدين، فما عندنا أي مشكلة، وكانت الأعمال السابقة دليل واضح على عملنا. يعني تأسس من بعد تحرير الرقة
من داعش وإرهاب داعش. تأسس المركز الثقافي، ومن ضمن هذا المركز هو مكتب الطفل. طبعا بالمركز عدة أقسام. بالبدايات طبعا عانينا من استقطاب الأطفال بسبب ما خلفوا فكر داعش، انه الموسيقى حرام والغناء حرام والمسرح حرام والرسم حرام وكله حرام في حرام. لكن حقيقة حاليا بعد افتتاح المدارس وافتتاح هذا المكتب حسينا في قبول من الأهالي ومن الأطفال، وتغير الفكر الداعشي إلى فكر متطور، انه الطفل يعيش الطفولة ويعيش الموهبة اللي بداخله ينميها. طبعا احنا عملنا كمكتب طفل، احنا تعاوننا مع التربية مع المدارس. احنا ندخل انا والرفيقات معي رفاق بالمكتب، نقابل متحدثين المدارس، طبعا نطلع ايضا بمهمة رسمية ننسق معهم مشان نسأل وين في موهبة. فهنا في مدربين مختصين ينمون هاي الموهبة، من غناء إلى رسم إلى موسيقى إلى مسرح إلى أعمال يدوية. والحمد لله قدرنا نحقق شيء قوي يعني بالنسبة للمواهب. يعني من ضمن يمكن أنتم كإعلام شفتم مهرجان الطفل سنويا، هذا مهرجان الطفل سنويا، عدا المهرجانات الأخرى دائما في مشاركات للأطفال بعيد نيروز بعيد المرأة. طبعا أكيد احنا نقدم بكل مناسبة، مناسبة تحرير الرقة في عندنا فرقة للأطفال تشارك سنويا بكل المناسبات الوطنية، ومناسبة تحرير الرقة، مناسبة عيد نيروز، مشاركة للأطفال من المركز الثقافي.